السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات الغزالات الكبيدات، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد كما العادة وقصة واقعية، خليكم معنا. بصراحة كنحاول نصاوب القهوة ديالي ونستعد باش نمشي للخدمة. نسيت ما قلت لكم شكون انا امال، عندي 25 سنة، موظفة. ولكن قبل ما نكون موظفة غادي نرجع بكم فاش كانت عندي 17 سنة. قصتي قصة واقعية وكتبكي الحجر. واحد النهار كانت عندي 17 سنة، كان البرد والشتاء، كان البرق والرعد، وكنت خايفة. كنا عايشين في واحد الدار اللي هي كبيرة وساكن في واحد المنطقة قروية. كان المنطق ديال هذاك المكان منطق ذكوري بالخصوص. المرأة تخلقت للأعمال المنزلية والسخرة والإنجاب، ما كانش خصها يكون عندها لا فكرة ولا رأي، هي تابعة فقط بحال شكل ديال الجواري. المهم كان عندي الشعر طويل، ولكن والدي قطعوه ليا باش حتى واحد ما يشوف فيا وباش ما نجيبش ليهم العين ونجيب ليهم كرش ديال الحرام. كانوا كيقولوا لي الا درتي خطأ غتخرجي من القرايه وغتجلسي في الدار. وكانوا خوتي واعرين معايا، كان كلشي مراقبني حتى الاعمام ديالي، وكانوا خايفين عليا نجيب لهم كرش الحرام من الزنقه، وكانوا دائما كيوجهوا لي تهديدات ونساو بان الديب عايش معنا في الدار. واحد الليله كما قلت لكم كان البرق والرعد وكنت خايفه وكنرتجف. كلهم عندهم بيوت خصوصيه ديال النعاس، الا حنا البنات كنعسوا في الصالونات وما عندناش الحق نعسوا في شي غرفه ونسدوا علينا الباب. كنت ناعسه، واحد شويه كنحس بشي حد قريب ليا، فقت من النعاس مفزوعه. تلاقيتو عمي، قال لي رجعي تنعسي. قلت ربما طاح عليا الغطا وباغي يغطيني، ونعست. ولكن واحد شويه ديال الوقت، نفس الحركات، دوك الايادي كيحاولوا ينتهكوا الادميه ديالي والعفه ديالي. فقت وقفت وبغيت نقاوم، ولكن تلقيت واحد الصفعه وموراها جوج وثلاثه وربعه، ولكن ولو داك الشيء بقيت كنقاوم. قطع عليا حوايجي، ما عرفتش كيفاش ندير. ربما العنايه الالهيه، غفلته وانا نعطيه واحد الضربه وخليته كيبردها وغوط واحد الغوطه. وعلى هذيك الغوطه الناس ديال الدار كلهم ناضوا، كلهم جاو كيتجاراو. الاب تيكون سند للابنه ديالو وتيكونوا هما الاجنحه باش كطير، ولكن كاينين شي اباء اللي تيكونوا هما اللي تيقصوا الجناح. نفس الحاله اللي دار معايا الاب ديالي. فاش شفت الاب ديالي مشيت كنجري عنده وكنت مرعوبه ورطميت في الحضن ديالو. حنا عندنا عيب ان الاب يحضن الفتاه ديالو ولا البنت ديالو. كان دائما الحب والاهتمام كيتوجه للذكور، والبنت كنهضروا معاها بالنهره وبالقسوه. قلت له بابا راه عمي كان باغي يعتدي عليا، واش غادي نقول لكم؟ هز يدي حتى للسما وعطاني واحد السقله حتى تحت الارض، وعاود جوج وثلاثه وربعه وكيركلني وقال لخوتي هزوا عليا هاد الكلبه ودوها سدوا عليها في بيت الخزين وغادي نشوفوا شنو غادي نديروا معاها. عمي قال لهم كنت انا غادي نشرب ودزو كيبان ليا الضو في البيت وبغيت نشوف شنو كاين، وهي تحاول تغريني. كلهم تيقوه وكلهم صدقوه. علاش؟ لانه راجل ما خصوش يكذب. ولكن انا ممكن نكذب. انا اللي عندي 17 سنه، الاب ديالي ما طاقش بيا وما رحمنيش وما حنش فيا وما حاولش يتحرى الحقيقه. الام فقط من نبع الحنان الحنينه فيا، الله يخليها ليا، بوحدها اللي تيقاتني وبوحدها اللي كانت كتبكي عليا. من شافت الاب ديالي قال لخوتي دوها سدوا عليها في البيت، مشات كتجري للبيت ديالها. كان عندها واحد الذهب كانت موجده ليا، كانت دائما كتوجد ليا الذهب. ربما نهار نتزوج نتلاقى حتى انا ما ندي في الدهاز ديالي، وشي فلوس كانت مخبياهم لدوار الزمان. وجابت لي الشواهد المدرسيه وحلات عليا. ما عرفت كيفاش دارت حتى جابت الساروت. المهم حلات عليا وقالت لي هربي وما تدوريش موراك، ولو تسمعيني كناكل العصا، ولو تشوفيني ولا تسمعي بانهم عرفوني انا اللي فتحت لك الباب وهربتي ما ترجعيش. قالت لي هربي يا بنيتي وعنقاتني واحد التعنيقه. وكانت اخر مره غادي نشوف امي واخر مره غادي نعنقها. في الحقيقه كنت عايشه في واحد الدار وكنت عايشه في امان، ولكن الامان ما كان معنا الديب وانا ما كنتش عارفه.
الشتا والبرد والرعد والبرق، وانا كنجري وكنطيح في الغيس والكلاب كينبحوا وانا بوحدي والظلام ما كاين حتى شي حد، ولكن كنت كنقاوم وكنشد فيا واحد الرعب تنقول الا شدوني غادي يلوحوني في البير وغادي يقولوا غير زلقات وطاحت وماتت وغيدفن القضيه ديالي. كما قلت لكم المجتمع ذكوري والمراه ما عندها حتى شي مكانه وما عندها حتى شي قيمه، حتى من دوك صحاب الحال ممكن انهم يصدقوا داكشي اللي داروا والديا. ممكن نكون مشيت نسقي وطاحت في البير، هادشي اللي غادي يكون. والديا كانت عندهم واحد المكانه وباش يستروا العار ممكن يحرفوا كل الوقائع ويكذبوا ويديروا اي حاجه. هربت وانا كنجري. الحقيقه وصلت الشانطي، لقيت واحد الكاميو غادي متقل وكان كيمشي لحسن الحظ ديالي كيمشي بشويه. شيرت ليه ووقف ليا، قال لي فين غادا بنتي في هذا الليل وفي هذا الشتا؟ ما كيخرج بنتي في هذا الوقت. قلت له عمي جيت عند شي ناس وما لقيتهمش وخصني نرجع للمدينه. قال لي طلعي، وطلعت معه وغادي وكيستغفر وتيقول لا حول ولا قوه الا بالله. ربما عرف حالتي، كل عمره غيس، كل كنبكي وكل فازقه. المهم وصلنا لواحد البلاصه، قال لي يا بنتي هبطي تفطري. قلت له ما عندي منين ندوز عمي غير سير. ما بغيتش نهبط وكنت خايفه لا يعرفوا بانني هربت ويتبعوني ويشدوني ويقتلوني ونموت وانا ما دايره حتى شي حاجه. الروح مازال عزيزه عند الله ومازال بغيت نعيش. يلا عندي 17 سنه. المهم جاب لي الفطور ديالي من بعد ما جا وقلعنا عاوتاني. واحد الوقت وصلنا للمدينه وحطني وقال لي بنتي ردي البال راسك. ومشيت وانا كل غيس، الناس كتحاول تجاهلني وتفاداني، كنبان لهم بحال متشرده. المهم ما عرفتش المدينه عمارات والسيارات، ما عرفتش كيفاش ندير تنتصرف. انا مولفه غير القريه، ما كنعرفش المدينه نهائيا، ولكن غادي نتكل على الله وختي نخرج راسي من هذا الجحيم اللي انا دخلت ليه. الدنيا ظالمه وقاسيه وما كتعطيش كل شيء اللي كنتمناوه منها. ربما تعطيك حاجه وتحيد لك حاجات. حيدات لي الحب ديال الماما وحيدات لي بزاف ديال الحوايج. المهم 3 ايام وانا كندور في واحد البلاصه وكنت مرعوبه وخايفه. كناكل من الطروات ديال الزبل، ولكن اش غنقول لكم حتى شي واحد ما فيه الرحمه. الا جاني الجوع وقرصني كنمشي حدا شي ريستورون حدا شي ناس كياكلوا وكنقول لهم عافاكم عطوني ناكل فيا الجوع. يا اما كيدفعوني يا اما كيلوحوني يا اما كيجريو عليا. ما عليناش كنت دائما كنمشي حدا الزبل وكناكل. واحد النهار جاتني السخفه بقوه الضغط والخلعه. واحد السيد ويطلق قال لي مالك بنتي؟ اول مره كنسمع مالك بنتي من واحد الانسان اللي هو ذكر. قلت الحمد لله جاب لي الله انسان ربما يعتقني. قلت له والو. قال لي مالكي؟ قلت له ما مالي والو. قال لي علاش كاينه في الزنقه؟ فين والدي؟ قلت لي لا غير جيت عند شي ناس. قال لي انا عرفتك هربانه. قال لي وعندي لك الحل. قلت لي شنو هو؟ قال لي مستعد نكري لك واحد الدار صغيره ومستعد نعاونك توقفي على رجليك. قلت له شنو هو المقابل؟ قال لي تخدمي عندي في البرقاصه. قلت لي ما حشمتيش. قال لي فكري انت في الزنقه غادي تعرضي للتشرد وغتعرضي للتحرش وتقدري تعرضي للاغتصاب وتقدري تحملي وانتي برا وتقدري تباتي في الشارع وتقدري تمشي للحبس. توقع لك بزاف ديال الحاجات. اما انا اللي مشيتي معايا تخدمي ونكري لك واحد الدار من الخدمه للدار. قلت له فكرت ما عنديش البديل. ما كانش عندي البديل نهائيا. وما تحكموش عليا، ديروا راسكم في بلاصتي واللي يديه في العافيه ماشي اللي بحال يديه في الماء. ما كان عندي حتى شي اختيار. وخصك فين تبات وخصك فاش تاكل وخصك شنو تشرب. ما عليش انا اصلا تحكم عليا بالموت. ما انا ميته واللهم نموت غير بشويه بشويه. واخا غادي ندخل لواحد الوسط ما عندي عليه حتى شي علم وما عنديش فيه تجربه، ولكن غادي نحاول نخرج منه باقل الاخطاء وباقل الاضرار. قبلت انني نخدم معاه. مشيت معاه في ديك الوقت. مشى كرا ليا واحد الدار وعطاني الفلوس وقال لي كسيري الحمام وشرى ليا شي حويجات. قال لي في العشيه غادي نجي عندك وغادي نجيب لك علاش تنعسي ونجيب لك الماعن باش تقضي. وقال لي في العشيه غتبداي الخدمه وانا اللي غادي نبدا نجيبك ونديك حتى تفهمي وحتى تعرفي مزيان. وفعلا عطاني الفلوس ومشيت للحمام. اول حاجه درتها مشيت للحمام، حيدت عليا داك الغيص وداك الوسخ تاع 3 ايام. ومن بعد مشيت في الليل مشيت نخدم. وليت رقاصه في واحد البلاصه اللي فيها التماله والسكاره، فيها الاطباء والمحامون، فيها كل شيء. فيها عاليات المجتمع، فيها الناس الراقيون هذوك اللي كيحيدوا رداء الحشمه وكيدخلوا لتما باش ينساو الهموم والاحزان ويتمايلوا على النغمات وعلى الراقصات. كانش كيبان لهم ولا ما كانش كيهمهم ان الراقصات كانوا كلهم بنات صغيرات. ديك البلاصه حقوق الطفل وحقوق المراه كانت ملغيه تماما بحال القريه فين كنت ساكنه. وصلت ماشي نهايه القصه ولكن نهايه الفيديو.
نكمل لكم إن شاء الله، ربما في الفيديو الثاني ولا الثالث. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.